بدأت الجزائر رسميا في التحرك نحو أزمة النيجر وتجنيب هذا البلد والمنطقة ولاة التدخل العسكري المرفوض والممول من طرف فرنسا. وفي تحرك دبلوماسي رفيع المستوى كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف بزيارة 3 دول لها تأثير على المجموعة الدولية لدول غرب إفريقيا إكواس وأحد أهم أعضائها سياسيا واقتصاديا في عملية سياسية لمنع التواجد الفرنسي بالمنطقة والتدخل العسكري الذي يحمل في طياته أجندات عسكرية وسياسية مشبوهة لا يمكن أن تعود بالخير أبدا على سكان المنطقة. ونظرا لموقعها الجيوسياسي في المنطقة وقوة دبلوماسيتها وكلمتها على الصعيد الإفريقي والإقليمي، شرعت الجزائر بشكل رسمي في التحرك على أعلى مستوى لإيجاد حل لأزمة النيجر وإنقاذ المنطقة من تداعيات حرب دامية سيتسبب فيها أي تدخل عسكري محتمل. وكلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف بزيارة عمل إلى جمهورية نيجيريا وجمهورية البنين وجمهورية غانا لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه الدول التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس. وكشفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن المشاورات ستتمحور حول أزمة النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل. وتأتي هذه الزيارة قبيل تنفيذ دول المجموعة للهجوم العسكري على النيجر بتمويل من الجيش الفرنسي.